عطني أي دولة في العالم وصل إليها اليمنيون ولم يقوموا بتطويرها، مو يقوموا بتطويرها، يعني امتلكوا اليمن مو طائرات، امتلكوا مصانع طائرات. اذهب إلى كوريا ستجد لهم بصمات، اذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ستجد لهم بصمات، اذهب إلى ألمانيا. أنا زرت ألمانيا قبل 6 شهور أو 7 شهور، فجلست مع في مصنع أدوية، تفاجأت بأن صاحب المصنع يمني. وبالمناسبة هذا اليمني يعني هاجر إلى اليمن من اليمن قبل 25 سنة، وليس كبير بالعمر، يعني عمره 52 سنة. يعني تخيل يمتلك مصنع، هو يقدم الوظائف للألمان، ويعني يساهم في تنمية ألمانيا. هؤلاء لماذا لا نجلبهم مرة أخرى إلى اليمن ليطوروا هذه البلد الخلاق الذكي الفكري؟ المصالح الحكمة يا أخي، الحكمة إذا كانت الحكمة اليمانية، ترى الاقتصاد الخليجي أيضا يمني.